بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة أولى إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دوما تكونوا بخير. هنبدأ اليوم إن شاء الله حل تقييمات الأسبوع العاشر، وهنبدأ على بركة الله بالأداءات الصفية. الشكل المقابل يمثل كائن حي. واحد، ما اسم هذا الكائن؟ طبعا الشكل يمثل كائن حي وهو فطر عفن الخبز، وهو كائن عديد الخلية. اثنين، ما تصنيف هذا الكائن؟ تصنيف هذا الكائن من الكائنات عديدة الخلايا. ثلاثة، ما أوجه الاختلاف بين هذا الكائن والبكتيريا؟ طبعا فطر عفن الخبز من الكائنات عديدة الخلايا، وخلاياها متمايزة ومتخصصة وكبيرة نسبيا، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة. أما البكتيريا فهي من الكائنات وحيدة الخلايا، وبالتالي خلاياها غير متخصصة، وكمان خلاياها صغيرة ولا ترى بالعين المجردة. أربعة، ما أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين فطر الخميرة؟ طبعا أوجه الشبه بين فطر عفن الخبز وفطر الخميرة أنهما من الكائنات حقيقيات النواة. أما أوجه الاختلاف ففطر الخميرة يتكون من خلية واحدة، وهو من الكائنات الدقيقة وحيدة الخلايا. أما فطر عفن الخبز فهو من الكائنات عديدة الخلايا. الشكل المقابل يمثل تركيب الخلية النباتية. نلاحظ الشكل المطلوب الأول، أكمل البيانات على الرسم. طبعا البيانات على الرسم: رقم واحد ده يمثل بلاستيدة خضراء. رقم اتنين يمثل جدار خلوي. رقم ثلاثة طبعا ده جهاز جيولوجي. رقم أربعة طبعا يمثل النواة. رقم خمسة طبعا يمثل الميتوكوندريا. رقم ستة يمثل الفجوة. المطلوب الثاني، أي جزء من الأجزاء السابقة يوجد في خلايا نسيج جلد الأرنب؟ طبعا الأرنب حيوان، والحيوان بيتكون من خلية حيوانية، فإذا هنختار المكونات المشتركة ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. يعني نختار المكونات أو العضيات اللي موجودة في الخلية الحيوانية علشان تكون نسيج جلد الأرنب. طبعا النواة والسيتوبلازم وجهاز جيولوجي والميتوكوندريا. أما الفجوة ففي الخلية النباتية بتكون كبيرة، أما في الخلية الحيوانية بتكون صغيرة. ثلاثة، أي جزء من الأجزاء السابقة يوجد في خلايا أوليات النواة؟ طبعا أوليات النواة بتحتوي على جدار خلوي وعلى غشاء بلازمي وعلى السيتوبلازم. الشكل التالي يوضح بعض تحولات الخلايا الجذعية. واحد، اكتب أسماء الخلايا الموجودة بالشكل. طبعا الخلايا الموجودة بالشكل: خلية عصبية، خلايا معوية، خلايا كبدية، خلايا عضلية. باء، اكتب أسماء الأعضاء الموجودة بالشكل. طبعا الخلايا العصبية تجتمع معا لتكون أنسجة، والأنسجة تكون عضو المخ. كذلك خلايا المعوية تجتمع في أنسجة معا لتكون عضو الأمعاء. الخلايا الكبدية تجتمع في أنسجة لتكون عضو الكبد. وكذلك الخلايا العضلية تجتمع معا لتكون أنسجة، والأنسجة هتكون العضلات. الشكل التالي يوضح بعض الكائنات الحية. ما نوع هذه الكائنات؟ طبعا هنلاحظ الكائن الموجود في الشكل الأول ده اليوجلينا، والثاني الأميبا، والثالث البراميسيوم. ما نوع هذه الكائنات؟ هنلاحظ هذه الكائنات لا ترى بالعين المجردة، وعلشان نراها بنستخدم الميكروسكوب، لأنها كائنات مجهرية تتكون من خلية واحدة، يعني كائنات وحيدة الخلية أو كائنات مجهرية. لماذا نرى هذه الكائنات بالميكروسكوب؟ الإجابة: لأنها كائنات مجهرية تتكون من خلية واحدة ولا ترى بالعين المجردة. جيم، أي من هذه الكائنات نعتبرها من البروتوزا؟ طبعا اليوجلينا والأميبا والبراميسيوم كلها تعتبر من البروتوزا.